مشايخ يعتنون بنواقض الوضوء، وآخرون يجيرون لفائدة حكام ظلمة يطلبون منهم فتاوى فيفتون، والآخرون قابعون على ساحة الحياة يتحدثون عن الجن أنثى هو أو ذكر. من للشعوب إذا كان علماؤها يقبعون في وادي عبقر عند الجن، وإذا كان مثقفوها لا ينظرون إلى الواقع نظر المخالط له، وإنما نظر الذي يرقبه عن بعد حتى لا يطير شرره على لباسه فيحرقه. وإذا كان رجال الأعمال يستثمرون على حساب شعوبهم، من لهذه الشعوب حتى تشعر بأنها شعوب حية؟ ألم نكن نحن وكوريا الجنوبية في مرحلة واحدة في سنة 50؟ ما الذي يجعلهم يصبحون قوة ونحن باق ننظر إليهم؟ بل نقتني منتجاتهم بكل عزة واحترام، وندفع أموالنا وعرق جبيننا ودماءنا إليهم، لأننا لم نجد من يحركنا ولم نجد من يفتح علينا باب فهم الواقع والحياة. أقول لأبنائي من الإسلاميين وأقول لكم أيها المثقفون يا صناع العقول، اصنعوا عقولا في أمة العرب. التقدم لا يأتي بكثرة أطباء وكثرة مهندسين، وإنما يأتي بمن يدرك كيفية التغيير. ونحن تركنا المجال مفتوحا أمام الداعشين. من هم الداعشيون؟ أنا كنت أرافع على الكثيرين منهم، كانوا يبيعون الخمر ويبيعون المخدرات. فوجئت بعد الثورة ببعضهم وأنا أراه بالطريق العام يلبس دشداشة طويلة تغطي حتى كعبيه، ولحية طويلة غطت علي معالم وجهه. هذا أصبح قيادة وانتقل من مدينة إلى مدينة أخرى، وأصبح هو الذي يؤسس الحراك التغييرية في العالم الإسلامي والعالم العربي. لن تغيروا العالم بكتب فقه، تغيرون العالم بعقول واعية مدركة تتبنى القيم وتدرك أن القيم هي كرامة الإنسان. 50 سنة مرت وشعب يئن ويضطهد تحت الاستعمار، بل تحت الميز العنصري في جنوب أفريقيا. لم أسمع يوما إماما واحدا يرتقي منبرا من المليون منبر الموجودة في العالم الإسلامي ليقول هؤلاء مضطهدون، هؤلاء مظلومون. ليش؟ لأنهم مسيحيون أو لأنهم عبدة أوثان لا تهمنا قضية الإنسانية فيهم أبدا. تدخل القرآن في قضية معركة بين الفرس والروم، هذا كافر وهذا كافر. الفرس والروم اختصموا، قال الإسلام أنا أخذ موقفا، ومحمد وهو شاب سنه 23 سنة يمر بالطريق في مكة فيجد الناس يدخلون دار عبد الله بن جدعان فيسأل، يقولون هذه وليمة أعدها للاتفاق على حلف لنصرة المظلوم، فدخل وقال أنا معكم في نصرة المظلوم. من المظلوم؟ الذي يأتي مشركا في نادي المشركين ويقول ظلمت انصروني فينصره محمد لأنه صاحب حق. هذه القضية يجب أن يفقهها الإسلاميون. أوطاننا بأيدي شعوبنا، لا نرغب في تدخل خارجي، لا نرغب في عسكر يحكمنا، نريد أن نتدرج بأنفسنا. الذين يفقهون هذا الواقع سيشاركون فيه، الذين لا يفقهونه سينسون كما نسي الذين من قبلهم وبدون رجعة.